شلاما عموخن خزيانا يقرأ كل دو كتيتون صورا تاويتون بكل طوتا وبسيموثا مدري بواية وخ عموخن من على الشاشة تقنيثة عراقية سوريا جو شباكة يذاع عراقايا وأها خلقتا خثا من خرزة سوادة قنيا هانودين بمعنى سوادة قلامة حديث القلم كد كل غذا خلقتا نقابة خكثاوة خا جغلا أنقايا ومسقبلخ ينم أرخنخ ومضيف كاثوة أو سايومد أها كثاوة قا من هرتا بدية كثاوة اتقم مقابخ قا خلقت اديوم إلى خكثاوة رابا آنقايا وطيمانا صير إلى بتري نقزة آنقايا نقزة قمايا إلى يذاع الإعلام ونقزة دتري بريشايث بعمن أخنا سوراية كالداية سوراية آثوراية هانودين الإعلام السرياني شمت كثاوة إلى مجرب أمرنا جا قمث بلشانا يما يخك من صرياثة جواناية وصواثة قضايا جو يذاع سوريايا ملامح وقضايا في الإعلام السرياني سايومد هكثاوة إلى خا يقرأ كشيرة ومخبطانة يصيبة جو كثوتا وقليونوثا عمن إلى كاثوة وقليونايا يقرأ سامر إلياس سعيد كل قارب قبل خلق شينا نرحب بحضرتك أهلا وسهلا في برنامج حديث القلم. أهلا وسهلا أستاذ شليمون ويشرفني ويسعدني أن أكون ضيف هذا البرنامج اللي بدأ يسلط الضوء على ما تنتجه أقلام الكتاب والأدباء من أبناء شعبنا اللي ينشرون إشعاعات الثقافة ومباهج الفكر في عموم هذه البسيطة. نتشرف بحضرتك وهذا واجب ورسالة علينا أن نأديها. خزيانا يقرب هاويلا خاص استثناء بشيطة وخلقت إديو مملن بهاوي بلشانة عرباية باللغة العربية رغم أنه الضيف الكريم يعرف السريانية إينا لإيصال الفكرة بالزودة موضوع يتعلق بالإعلام الكتاب باللغة العربية فما حكيت نسمى زودة بويا لشانة عرباية هي أخنا نتلني قارب لشانا يمايا مخامخلي ونطرخلي وبرسخلي هرب ديدانا لشانا قرقلاوي قطرة قخك مكلاياثا مواقف قد منطخلا تخمنتا منطخلا فكرة. هذا الكتاب ضيفنا العزيز أرد أشرح فد عرض عام للمشاهدين الكرام مثل ما تشوفون هو من الحجم المتوسط أو احنا نقول عادة من القطع المتوسط سنة الإصدار 2017 إذا نبدي نصفحها بعجالة اسم الكتاب ملامح وقضايا في الإعلام السرياني للمؤلف السيد سامر إلياس سعيد تصميم والإخراج الفني من حق نذكر اسمه غازي عزيز التلاني طبعة الأولى 500 نسخة مطبوع في مطبعة هاوار في دهوك رقم الإيداع كذا لوحة الغلاف للفنان التشكيلي أحمد العزاوي الإهداء إلى أرواح الذين سفكوا دماءهم من أجل الموصل لتحريرها من الظلاميين طبعا هنا إشارة إلى أنه الضيف العزيز هو بالأصل من الموصل مقدمة المؤلف بعد الشكر والامتنان هذا هو الكتاب الرابع ده تقول جنابك في هذا الكتاب هو الرابع لحضرتك إيش قد وصل الرقم في سلسلة الآن وصل بحمد الله وفضله إلى 17 كتاب الله يزيد ويبارك وإن شاء الله الصحة وعافية حتى تنتج المزيد من الكتب. بعد المقدمة هناك دخول مباشر إلى محور 4 فصول يرتكز الكتاب قلنا هو من القطع المتوسط ويقع في 134 صفحة. الغلاف الأخير إيضاح أو توضيح من المؤلف عن أهداف هذا الكتاب. فعلا موضوع مهم ملامح وقضايا في الإعلام السرياني. قبل ما نبدأ بتفاصيل الكتاب يا ريت لو تقدم حضرتك فكرة عن مسيرتك الذاتية والصحفية للمشاهدين الكرام. اسمي سامر إلياس سعيد من مواليد الموصل عام 1974 درست في مدارس المدينة ووصلت إلى مرحلة إتمام دراسة الدبلوم التقني في المعهد التقني في مدينة الموصل. استهواني الإعلام والصحافة منذ نعومة أظافري بالتحديد من كان عمري 12 سنة كنت أعد صحف صغيرة يعني
بورق مخطط، كانت تحمل اسم القارئ المسيحي في تلك الفترة، كانت تواكب الأخبار الموجودة في الكنائس، في أيضا استهواني الإعلام الرياضي، كنت أتابع الرياضة، وخاصة أنه كان عام 86 عام إتمامي الثاني عشر من عمري، كان موعد تأهل العراق إلى مونديال المكسيك، المنتخب الكروي، وما حزته هذه الأحداث الرياضية من شعبية بين أوساط المتابعين والجماهير الرياضية. فمثل ما يقال ركبت موجة الإعلام الرياضي منذ نعومة أظافري، وكان تستهويني. وأتذكر أيضا قدمت كراس بسيط جدا بعنوان الكابتن، أيضا ذكرت به أبرز الكباتن اللي حملوا شارة الكابتن في تلك الفترة، لا سيما اللاعب العالمي المعروف دييغو مارادونا اللي كان نجم الثمانينات ومنتصف الثمانينات في تلك الفترة. بالإضافة إلى تلك الحقبة بدأت عندي هواية مراسلة المجلات والصحف، سواء المجلات الرياضية في الوطن العربي، إضافة لما كان يصدر في العراق في تلك الفترة في التسعينيات، حتى وصلت إلى الكتابة في الصحف المحلية. كان جريدة الحدباء في مدينة الموصل استقطبت بعض المقالات والتحقيقات في تلك الفترة عام 2001، وبدأت مسيرتي مع الإعلام. ومن ضمنها كان لك بصمة أستاذ شليمون في جريدة بهرة، حينما دعتني أنه أكتب عمود أو رأي رياضي في الصفحة المذكورة في الصحيفة المذكورة. وبدأت بهرة صحيفة الضياء اللي كانت تصدر عن الحركة الديمقراطية الآشورية. نعم. وهذا الكلام بعد سقوط النظام السابق. نعم. 2003 2004 بالتحديد. نعم. تلقيت دعوة من حضرتك في أنه أكتب عمود رأي عن الأحداث الرياضية، وأصبح عندي عمود رأي في جريدة الزمان بشكل أسبوعي عن الرياضة. وأيضا أدرت صفحات رياضية في العديد من الصحف، سواء العراقية سواء العربية اللي تصدر خارج العراق، في جريدة المساري كانت تصدر في سوريا. وأيضا تبلورت عندي فكرة إصدار كتب. كان كتابي الأول في عام 2007 على خلفية ذبح الكاهن المعروف الأب بولس اسكندر. قدمت كتاب قمة العطاء، استذكرت به ملامح وسمات من حياة هذا الكاهن الشهيد اللي عد أول شهيد للمسيحية في مدينة الموصل بعد أحداث 2003. توالت بعدها الكتب والإصدارات اللي قدمتها. ملاحظة أو تنويه صغير، أنه ذكرت أنه أنا أعرف اللغة السريانية وأنا معلم لغة سريانية، لكن ما أكتبه أتمنى أنه يصل إشعاعه أو يصل مدى إلى ما يجاورون في العيش في هذا البلد. نحن نكتب للآخرين حتى يعرفوا ثقافتنا والكنوز اللي نمتلكها، حتى نبعد هذه النمطية وهذه الصورة اللي ترسخت لديهم عنا، حتى نبتعد عن النمطية والقالب اللي وضعوه في المسيحي في مخيلتهم وفي أذهانهم وفي ثقافتهم عموما. نعم، متفق مع حضرتك. ولذلك وردت في خاطري الآن في هذه اللحظة 3 نقاط. النقطة الأولى أنه أني ليش نوهت راح يكون الحديث بالعربي لإيصال الفكرة. النقطة الثانية، الفرصة اللي تقول حضرتك أنه أنا شخصيا منحتها الجنابة كانت استحقاق لحضرتك، لأنه كنت فعلا تستحق، وكان قلمك مبين أنه قلم واعد وراح يكون إلى مستقبل جيد. النقطة الثالثة، في خضم استعراض جنابك لمسيرتك أو خلينا نقول السيرة الذاتية، قلت معلم لغة سريانية. كنت أحب أسأل أنه التحصيل الدراسي والعمل الوظيفي والمهنة أكو شيء آخر في الوظيفة؟ يعني تعينت على ملاك وزارة التربية كمعلم لغة سريانية في عام 2009 بعد أن قضيت فترة محاضر في المدارس. وأفتخر أنه مدارس الموصل اللي تتبع الكنائس المختلفة أنا كنت معلم لغة سريانية فيها، في 5 مدارس كانت في مدينة الموصل. أذكر منها مدرسة شمعون الصفا، مدرسة الطاهرة، مدرسة التهذيب، مدرسة مرتومة، ومدرسة الغسانية. هذه المدارس كلها قدمت فيها لغتنا السريانية حسب مناهج
وزارة التربية والمديرية العامة للدراسة السريانية، وأيضا أفتخر أنه كنت أعد الأبحاث الخاصة بهذه الدراسة في المؤتمرات اللي كانت تقيمها هذه المديرية، وأيضا استنبطت منها هذه المحاور لأقدمها في كتاب حمل عنوان مستقبل التعليم السرياني في العراق، وصدر عام 2021. تمام. إن شاء الله المزيد من العطاء في حياة حضرتك الصحفية والمهنية بنفس الوقت. نبدأ الآن نتحدث عن محور هذه الحلقة وكتاب ملامح وقضايا في الإعلام السرياني. قبل ما ندخل بالتفاصيل سؤال عام. الكتاب عن الإعلام السرياني الإصدار عام 2017، حضرتك ابن نينوى الموصل. هل هناك تأثير، وإحنا نعرف أنه بعض مدن العراق ومناطق تعرضت لموجة الإرهاب الأسود في عام 2014، ومنها طبعا مدينة الموصل وسهل نينوى، وبعدين صار نزوح يعني بالإضافة للجرائم اللي ارتكبها الإرهاب من قتل وسبي إلى آخره، تسبب في نزوح العوائل من مختلف المكونات من أبناء شعبنا العراقي. هل لهذه الأجواء تأثير في مضامين هذا الكتاب، لو هو بشكل مجرد عام عن الإعلام السرياني في السنوات الأخيرة؟ بالطبع له تأثير كبير، يعني كتبت من هذا المنطلق؟ من هذا المنطلق ومن هذه الأجواء، من هذه البيئة انطلقت في كتابة هذا الكتاب. يسعدني أنه أستذكر يعني بعد أشهر قليلة من إصداري هذا الكتاب وردني عبر البريد الإلكتروني الإيميل رسالة من الأديب الراحل يعقوب أفرام منصور يشيد بهذا الكتاب، ويختم رسالته يقول أنه التاريخ راح يشهد لك أنه هذا الكتاب راح يخلد اسمك في هذا المشهد الثقافة لما قدمته. أعتقد أنه يعني الكتاب يرتكز على 4 فصول، لكن الفصل الأكثر أهمية واللي أنا ردت أنه من خلاله تمرير رسالة أنه يعني المسيحيين عموما في الثقافة العراقية مغبونين ومهمشين، واعتقد انه اكو اسئلة في هذا الجانب راح اخليها لاحقا. اكيد. جميل. طيب الان الفكرة بشكل عام كيف تولدت؟ حيثيات تأليف هذا الكتاب؟ لا يخفى على حضرتك انه يعني صورتنا في الاعلام، في التقارير، في اي وثائقيات تتعرض للمسيحيين نشوف نفسنا مغبونين رغم هذا الكنز والثراء اللي نحمله في تاريخنا وفي حياتنا المعاشة، سواء في الوطن وفي كثير من المدن اللي استلهمت هذه الإشعاعات اللي تركوها أبناء شعبنا من خلال هجرتهم أو تشتتهم، لكن بقوا يحملون هذا الثراء الثقافي، الثراء الاجتماعي في حياتهم. فمن هذه الأجواء استنبطت فكرة الكتاب أنه أقدم كتاب يشير إلى صحافتنا، إلى إعلامنا السرياني يتبلور في 1849 عبر أشعة النور زهرير الجبارة، وردت أنه تكون هذه منطلق إلى التعريف بالإعلام، التعريف بالإعلام السرياني للكثيرين. يعني حينما نحتفل بذكرى الصحافة السريانية في 1 تشرين الثاني، أشوف أنه يعني هذا اليوم محدد بهذه الذكرى، في حين أنه يعني صحافتنا لازم نحتفل بها في كل يوم. صحافتنا اللي تركت كثير من الشخصيات المهمة اللي مدى ما نصفح سيرتهم، مدى ما نصفح ما تنتهي المجلدات اللي تحكي عن سبقهم، عن ريادتهم، عن إدراكهم للكثير من المعارف بالمقارنة مع الآخرين. فهذا ترى لابد أن يكون في خضم هذا الكتاب حتى يعرف بالسابقين الأولين اللي تركوا لنا هذه الكنوز المعرفية. تمام. جميل. بعد ما قدمت حضرتك فكرة عن كيفية تولد فكرة الكتاب وحيثياته، لو تشرح لنا عن أجواء مرحلة التنفيذ وأبرز المعوقات خلال هذه الفترة، تنفيذ الفكرة، بداية التأليف. بالطبع يعني مثل ما تلاحظ أنه الصورة الخلفية صورتي الشخصية مع حرف النون اللي مدون وعقارات الدولة الإسلامية، وهذا الشيء يمثل أبرز حدث في مسيرتي الإعلامية،
حيث كنت أول من نوه إلى أنه حرف النون هو النصارى، وبرزت الكثير من المسيرات اللي قاد أبناء شعبنا في دول العالم حيث استقروا للتنديد بأنه تنظيم داعش اختصر تاريخ المسيحية منذ 2000 عام بكلمة نصراني. نعم. وأراد أنه يبرز سطوته في أنه يكتب عقارات الدولة الإسلامية على حواضر مسيحية عمرها بالآلاف، عمرها بالمئات السنين، وواكبت الكثير من عصور النهضة مثل ما يقولون. يعني من ما يؤسف أنه هذه عبارة كتبت على كنيسة الآباء الدومينيكان اللي كانت لها الدور الريادي وقصب السبق في استقطاب أول مطبعة حجرية لمدينة الموصل. وهذا الحدث بالطبع هذا الحدث بالطبع يعني كان له ثقل في التعريف، وانت تعرف انه استقطاب مطبعه وجلبه الى مدينه يكفي انه يقدم مثل ما انت تستقي اشعه الشمس نوع من التنوير الفكري. بالضبط، اكيد بالضبط. نرجع لاجواء التأليف. واعتقد انه انا ايضا ذكرت في الفصل الاول انه تاخر إصدار صحيفة الزهرية للجواهرة كان بناء على فتوى عثمانية أنه منعت الطباعة كأداة للتحريم مثل ما يقال. فيعني أيضا أنه أثرت على تأخر هذه الصحافة السريانية في التبلور في أماكن استقرار أبناء شعبنا. هذا في مسيرة الصحافة السريانية. نعم. تمام. نرجع إلى أجواء التنفيذ، الوقت اللي استغرقه، المعوقات. مثل ما ذكرت 2017 واكب أعوام التحرير، وأيضا استلهمت هذا الشيء في إهداء الكتاب إلى أرواح الذين سفكوا دماءهم من خلال القوات الأمنية اللي أسهمت في تحرير مدينة الموصل من الظلاميين، يعني بعد سنة تقريبا من أحداث تحرير الموصل. وكانت هذه الإهداء لآخر الأنفاس اللي لفظت في هذه المدينة لتنطلق أرواح الشهداء كنوارس تعانق كل حاضرة بمدينة الأنبياء. فاستلهمت هذه الأحداث وكتبت هذا الكتاب حتى يكون فرصة للتعريف بالإعلام السرياني وقدرته على جمع شتات شعبنا اللي ينتشروا في بقاع العالم، حتى يكون لنا إعلام موحد، إعلام مهم، إعلام يدرك الكثير من الأمور المهمة اللي تقدم هذا الإعلام على مائدة مهمة في متناول الجميع. طيب ايش قد استغرق الوقت لتأليف الكتاب؟ يعني اسلوبي في التأليف، يعني أنا حاليا أعد كتاب، فأنا أقدم كتاب كل عام. فأنا حاليا بعد انتهاء من كتاب هذا العام صدر، وهو كان كتاب وثائقي حول الأحداث اللي مر بها مسيحي الموصل من عام 2003 إلى 2014، كان نتاج العام الماضي. فتقريبا سنة أعمل على أي كتاب وأقدمه للنشر في العام اللي يليه. يعني حاليا أعمل على كتاب نقد سينمائي يستلهم قضية شعبنا وإبعاده عن محور السينما حتى تكون متاحة للجميع حتى يعرفوا ما مر به هذا الشعب. وأتمنى أنه يتوفر لي الوقت والأجواء حتى أقدمه للقارئ إن شاء الله. في مضامين هذا الكتاب هناك مسميات وأرقام ربما وأحداث ومواقف معينة. ما نسبة التأليف في هذا الكتاب وما نسبة الإعداد؟ ومن ناحية المصادر هل واجهت صعوبة أو أنك ما كنت تحتاج إلى مصادر كثيرة لأنه حضرتك واكبت معظم أحداثه؟ في هذا الكتاب يعني من حيث النسب أعتقد أنه أقول أنه 100% كان تأليف جيد. لا يوجد أي مرحلة من الإعداد باستثناء الإضاءات اللي تضمنها الفصل اللي ذكرتونه، وهو مرتكز الكتاب حول الفصل الثاني، وهو صورة الشخصية المسيحية في الثقافة العراقية. استقطبت عشرات الروايات وحصلت منه كيف يرى الروائي العراقي للمسيحيين، ومع الأسف كانت صورة نمطية غاية في الجهل بهذه الشخصية.
وضعوا المسيحيين في أغلب الروايات قرأتها في قالب نادل، في قالب بائع خمور، في قالب حتى في رواية مع الأسف أنه روائي عراقي كتب رواية محورها في بلدة كرمليس، وذكر عبارة مهينة، يعني البلدة اللي تضم أكبر عدد من المغفلين. يعني مع الأسف هذا الكتاب، يعني هذه الرواية صدرت، وهذا العبارة استوقفتني كثيرا مع الأسف يعني، وأعتقد أنه هو لم يزر هذه البلدة نهائيا. أكيد أمر مؤسف، أمر مؤسف يعني. وحتى مثل ما قلت أنه رسالة الأديب الراحل يعقوب غفران منصور ذكر هذا الشيء وتأسف إليه، لأن نحن ما قدمنا إعلام كفيل أنه يبعد هذه الصورة النمطية ويقدم البدائل. واعتقد انه كان من ضمن الملامح الايجابيه كان مديريه الثقافه السريانيه في زمن ما في عهد الدكتور الراحل سعدي مالة. تقصد في اربيل في حلقات دور الثقافه السريانيه في الثقافه العراقيه. نعم. استطاع انه يستقطب الادباء العراقيين ويقدم لهم ملامح الادباء السرياني اللي كانوا على درجه عاليه من النضوج، انه كانوا من اوائل ما كتبوا. يعني في اعلامنا السرياني، ونذكر النموذج الثاني اللي ذكرته انه يكتب بالعربيه وهو اعلامي سرياني مثل رافائيل بطي، كان وزير المعارف في العشرينيات والثلاثينيات، لكن كان من الرموز الصحفيه اللي قدمت كثير. وكان جريده البلاد تسقط حكومات وتعلي شأن حكومات اخرى، كان لها تاثير في الشارع. سليم حسون كان ايضا في صحيفته اللي استقطبت كثير، ونفتخر انه اول صحيفه من المطبوعات النسائيه كانت وراءها باولينا حسون اللي كان نصفه عراقي ونصفه اردني، وكانت قريبه سليم حسون. اصدرت في عام 1923 مجله ليلى اللي كانت اول مطبوعه تخصصيه، اول مطبوعه تخصصيه يعني. فهذا لنا الفخر في ذلك. اكيد. طيب ضيفنا العزيز، قبل أن نأخذ فاصل ومن ثم نخوض في الجزء الثاني من الحلقة في مضامين هذا الكتاب وتفاصيله، الإعلام مثل ما تعرف حضرتك عدة محاور. نعم. هناك المكتوب اللي هو نوع من الصحافة، هناك المسموع، هناك المرئي. تناولك للإعلام في هذا الكتاب هل هو بشكل عام كإعلام سرياني أم بشكل تخصصي ضمن كل هذه المحاور؟ نعم، يعني تناولت في هذا الكتاب الشكل التخصصي، كيف يكون إعلامنا، كيف يكون هذا الإعلام حتى يصل إلى أبعد مدى من تشتت أبناء شعبنا. يعني أنت تصور أكو مدن خلف البحار، هناك أناس انطلقوا من مدينة الموصل، من بغداد، من أماكن استقرارهم في العراق حتى يصلوا هذه المنطقة. أنا أبحث عن الوسائل البديلة للإعلام حتى تصل هذه النخبة، ويكون هذا التواصل عبر هذه المواقع، عبر هذه المساحات الإعلامية، حتى تصل لهذا المكون، حتى نستفاد من خبرتهم، حتى يكون لنا دور نفتخر به. لحد الآن لبنان تفتخر بالقيادات اللي تولت رئاسة حكومات في أمريكا الجنوبية، في الأرجنتين وفي كولومبيا، وفي نسبة المهاجرين اللبنانيين كثيرة في هذه. ولنا أيضا نماذج من العراق استقرت وتركت بصمة، كمستشارة الرئيس الأمريكي في مكتب المحاماة إيلين حبة، اللي أيضا نفتخر أنه تكون من أصل عراقي. تمام. إذن ناخذ فاصل بعد إذن حضرتك، ثم نعود لكي نكمل هذه الحلقة بمضامين هذا الكتاب. مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير ثم نعود لإكمال هذه الحلقة، كونوا معنا. هذه عودة مشاهدينا الكرام لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج حديث القلم. والقلم قد خط لنا في هذه الحلقة كتاب بعنوان ملامح وقضايا في الإعلام السرياني،
لمؤلفي الكاتب والصحفي الأخ سامر إلياس سعيد. نجدد باسم حضراتكم أيضا الترحيب به بكل خير وصحة وسلامة. نشكرك على وجودك معنا. تحدثنا بالقسم الأول من الحلقة على خطوط عامة عريضة حول الكتاب، الآن ندخل في بعض التفاصيل لكن بأسلوب تدريجي. الجانب اللي تناولته حضرتك في هذا الكتاب عن ملامحه وقضاياه في الإعلام السرياني، هل اقتصر فقط على الإعلام في الوطن أم في المهجر أيضا بشكل عام؟ نعم، يعني لا يمكن أنه أذكر الإعلام داخل الوطن إذ ما أذكر أيضا إعلام خارجه، وأذكر معه يعني المواقع اللي تبلورت بعد عام 2003 اللي يكون جسر تواصل من بين مسيحيي المهجر ومسيحيي الداخل أو مسيحيي العراق بشكل عام اللي بقوا. فلذلك يعني من خلال الكتاب ذكرت المواقع البديلة اللي يمكن أنه نستفاد منها أو نوظفها في سبيل إبراز المادة الخبرية، المادة الإعلامية، في استقطاب القارئ والمتابع وإبراز أفكارهم وآرائهم في ما يدور سواء في الوطن أو في المهجر. تمام. أقدر أقول أنه الفترة اللي تناولت بها حضرتك الإعلام في هذا الكتاب الإعلام السرياني محصورة ما بين 2003 و2017؟ نعم بالطبع. هذه يعني الفترة. استنبطت فترة عملي في موقع كان يبث من السويد، موقع انكاو.com، نعم. واستطعت انه اشير الى هذه المحطات بشكل عام، يعني كتفاعل ومؤازرة ابناء شعبنا في الخارج لما يحدث في من احداث كانت تحدث في مدينة الموصل، كمراسل الموقع في مدينة الموصل بدءا من عام 2008 وصعودا لغاية تركنا المدينة على أثر سيطرة التنظيم في عام 2014. تمام. إذا نبدأ الخوض في التفاصيل لكن أيضا بشكل تدريجي. هل للكتاب فهرس واضح، أبواب؟ نعم. إذا نعم. تتحدث لنا عنها. الكتاب يرتكز على 4 فصول. هي أولا تأتي مثل ما ذكرت في الصحافة السريانية في بدايتها. حاولت أنه أستنبط البدايات الأولى، كيف تبلورت صحيفة زهرية دبهرة، إضافة إلى صحيفة أخرى تزامنت في تلك الفترة من صدور زهرية دبهرة، إلى من انطلقت هذه الصحيفة، من هم القراء اللي كانوا ينتظرون صدور هذه الصحيفة. وإضافة إلى ذلك كانت غايتي إبراز هذه الصحافة وريادتها للآخرين، لمن يشاركنا العيش في الوطن، حتى نذكر هذه الذكرى اللي لا تقتصر على الأول من تشرين الثاني على إقامتنا لذكرى واحتفالنا بهذه المناسبة، لكن تكون صحافتنا قوية، تكون مرتكزة على أساس راسخ، مثل ما المثل الإنجيلي أنه تكون مبنية على الصخر لا على الرمل، فتقدم بالتالي وظيفتها ومهمتها الرئيسية في التعريف، في نقل الأخبار بمصداقية، بمهنية، بحيادية، بعيدا عن تبعية رأس المال، بعيدا عن الأمور المعروفة اللي كانت تحكم إعلامنا بشكل عام. نعم. في الفصل الثاني نعم، أعتقد نستمر بهذا السياق، كل فصل مع شرح عن بعض مضامينه. تمام. في الفصل الثاني مثل ما ذكرت صورة الشخصية المسيحية اللي في الثقافة العراقية، في الثقافة العراقية اللي تشعرنا بالألم وبالغصة. يعني هذه الثقافة المسيحية اللي تختزل بمهن، يعني مع احترامنا لجل المهن ومع احترامنا للعاملين في مختلف المجالات، لكن نقول أن أي رواية مدى ما تفتحها ستندهش لصورة المسيحي فيها، الأدوار اللي يعطوها، والأدوار النمطية اللي حضرتك ذاكر الرواية. يعني أنا قبل فترة قرأت رواية صادرة عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، يستحضر راعي في راعي بسيط انحدر من مذبحة سميل
وأيضا في نمطية مؤسفة. يعني حتى الكاتب قال عرضته على كاهن وما عجب الأسلوب اللي تناوله، الإطار العام. وأنا يعني لا أذكر اسم الرواية، لكن يؤسفني أنه أقرأ هذه الرواية في 2025. هذه الثقافة البسيطة اللي تختزل المسيحيين. يعني أذكر أنه الروايات اللي صدرت بعد التحرير، حارس الشمس لروائية إماراتية لا تعرف مدينة الموصل نهائيا، وكتبت في ورشة تدريبية بالرواية، ويعني تركت الكثير من الأخطاء حول دير يونان اللي تحول لاحقا إلى جامع النبي يونس. فهذه المعلومات اللي تربك القارئ، اللي تثير في ذهنيته الكثير من الأفكار المخطوئة، في حين نحن كإعلاميين دورنا يستنبط من تقديم المعلومة الصحيحة، من المعلومة اللي تترك الصدى لدى القارئ. وهناك من الأدباء يقول أنا لست بمؤرخ، هذه الإشكالية، حتى أترك معلومات مفيدة ومهمة، لكن إنك تترك معلومات خاطئة وتقدمها للقارئ فهذه مصيبة. أكيد. ومصيبة أعظم. طيب الآن سؤال قد يكون سابق لوقته ضمن هذه الحلقة، لكنه من منطلق اللي تفضلت به حضرتك، هل أنه إعلاميين وأدبائنا السريان أدوا ما عليهم في هذا الاتجاه حتى لا تصدر هكذا روايات أو هكذا آراء أو هكذا أطر لتأطير شعبنا؟ يعيدني هذا سؤالك إلى تفكير بجدوى ما يكتبه كتاب شعبنا. هل يصل إلى مداه؟ هل أنا عندما أقدم هذا الكتاب هل يصل؟ ونعيد مشكلتنا الأزلية المرتبطة بدور النشر وبتوزيع الكتاب وبإمكانية الكاتب في أن يقدم كتابه للقارئ الحقيقي لهدفه، في أن يقدم هذا الكتاب للهدف اللي يريد منه التعريف بثقافته. صحيح. التعريف بقضاياه. يعني مذبح السميل بالرغم أنه استذكرنا قبل أسابيع الذكرى 91 لها، لكن ما زالت في بطون كتب الأكاديميات في جامعة الموصل تذكر مذبحة وليست مجزرة قدمت بحق البسطاء من أبناء شعبنا. فعلى هذا الأساس الجريمة بالصيغة السلبية وليس بالصيغة أنه تعتمد على الصحف اللي كانت تصدر واللي تذكر أنه هذا تمرد. بالضبط. وحتى في مدينة الموصل هناك مقولة دائما ما تتوارد على ألسنة القدماء من تمرد التيارية، تقولب في عشيرة وليست في شعب نال جزاءه في وقت كانت الحكومة العراقية في بداياتها. صحيح. مثال موفق، وهناك محاولات حاليا. ومع الأسف يعني نحن لم نقدم رواية تحيط بمذبح السمين سوى محاولات بسيطة، ولكن لم تصل مداها مع الأسف. تمام. صحيح. متفق مع حضرتك، لكن هناك اليوم محاولات لإعطاء هذه المحطة حقها اللي يعمل جاهدا اتحاد أدباء السريان في التعريف عبر كتب. يعني قبل عامين أصدر الكاتب أكد مراد نائب رئيس الاتحاد 90 والنزيف مستمر، وأعتقد أنه كان هناك حلقة من برنامجك الموقر. نعم. للإضاءة على هذا الكتاب. لكن أسأل هل الجامعات على علم أنه هذه كانت مذبحة وليست تمرد؟ الأمر يحتاج إلى توعية أكيد، وفي مختلف الجوانب الأدبية والإعلامية. هذا سؤالي. صحيح. نستمر في استعراض فصول الكتاب. وصلنا إلى الفصل الثالث، وسائل الإعلام البديلة في ظل نزيف الهجرة. ويحضرني بهذا الفصل أنه كيف نقدم لغتنا السريانية اللي عايش في أوروبا، في الولايات المتحدة، واللي تعرف أنه بدت تطمس الهوية من أبناء شعبنا في تلك. يعني حتى في لغتنا اللي عايش بها أولياء أمورهم في والديهم ما بعد يتكلمون بها، يتكلمون في لغة تلك البلاد اللي استقروا بها. فأنا أبحث عن الأفكار اللي تقدم من خلال المواقع الإلكترونية جانب من تعليم اللغة. أعتقد أنه كانت مستنبطة وموظفة في الكثير من الواقع الإلكترونية. أعتقد في موقع كاوا، في موقع عشتار تي في، كان هناك فاصل
يعرفك بلغتك السريانية ويبقيك على تواصل معها، بغض النظر أنه أنت مستقر في تلك الدولة وتتحدث لغتها. فأنا في هذا الفصل عالجت هذا الشأن وهذا الجانب إلى وصولا إلى الفصل الرابع، الرؤى والأهداف المطلوبة، مثل ما يحمل كل كتاب غايته وهدفه ليقدمه للقارئ ليشاركه سواء بالسلب أو الإيجاب فيما ضمنه هذا الكتاب. هذا هو بالضبط كان السؤال اللاحق، أنه الهدف والغاية من الكتاب. نعم، كان هذا. طيب، إصدار هذا الكتاب كان في عام 2017، نحن اليوم في عام 2025، يعني حوالي 8 سنين مرت على إصدار الكتاب. سؤال افتراضي، لو كنت اليوم راح تصدر هذا الكتاب في عام 2025، بمعنى بعد 8 سنوات، قريب على العقد 10 سنوات، كنت راح تغير كثير من مضامينه لو يبقى مثل ما هو؟ تعتقد أنه أنا الآن لا أستطيع إصدار أي كتاب، يعني لو ما نوهت في هذا الكتاب إلى جهود صديقي وصديق الدراسة الراحل آشور سرغون سخريا، رئيس الجمعية الخيرية الآشورية، اللي كنت دائما أقدم أفكار الكتب اللي يقدمها، بعد أسابيع قليلة يبلغني أنه حصول موافقة المنظمات الساندة والداعمة إلى طبع الكتاب. وحاليا لا أستطيع، لا أجد أي مصدر منظمات نهائيا تقصد لأسباب مادية، دعم مادي، كلفة الطباعة؟ كلفة الطباعة اللي تكلفني كثير من معروفة للكثيرين يعني. فلذلك قبل شهر أو أكثر أتممت إنجاز كراس باللغة السريانية مقدم للأطفال، تعلم السريانية مع الأثمار والفواكه والخضروات. قدمت مع كل فاكهة اسمه بالسرياني والعربي وباللغة الإنجليزية، مع فاصل لتعليم الخطوط مع كل حرف من حروف السريانية 22. ولحد الآن لم أجد ذلك الداعم والممول لهذا الكتاب. فأعتقد يعني لو تسنى لي أنه هاي لم يرى النور هذا الكتاب وغيره من الكتب. العزيز، هو أمر مؤسف من ناحية ثانية هي دعوة من عندي يعني إلى مؤسساتنا. عندنا العديد من المؤسسات، يعني إلى جانب الجمعية الخيرية الآشورية اللي جودة واضحة في هذا المجال، أعتقد عندنا مؤسسات أخرى تعنى بالأدب والثقافة. هي دعوة إذا شافوا هذه الحلقة أنه يتوقفون عندها ويحاولون أن يوفرون هذا الدعم لأدبائنا وكتابنا، على الأقل في مسألة طباعة هذا. نعم، يعني أنا إن شاء الله حضوري لبرنامجك هو جزء منه، أنه يعني مناشدة المنظمات، أكيد. مناشدة أبناء شعبنا في الخارج إلى إنشاء يعني دار نشر عابرة للقارات تسهم في أخذ باليد من الأدباء والكتاب، من أبناء شعبنا الشباب اللي يمتلكون الكثير من المخزون الثقافي، من المخزون المعرفي، في إصدار، في تبني هذه المشاريع الثقافية لما لها من أثر، يعني سواء في دول الشتات وفي داخل العراق. فلذلك يعني من خلال برنامجك، ويا ريت يعني تسمح لي انه اقدم مناشده لتلك المنظمات انه تبلور جانب من الاقسام الخاصه بتلك المنظمات يعنى بالتبني المشاريع الثقافيه، من كتب، من دعم كتب، من دعم اصدارات، حتى نقدم مخزوننا ومنتجنا للاخرين في الخارج، وايضا يمدونا بما يمتلكون من خبرات معرفيه للداخل، حتى تكون النتيجه ربح مشترك بين الداخل والخارج. أكيد أضم صوتي وموقفي إلى صوت وموقف حضرتك. النداء مشروع وحق وواجب باعتقادي. بعد أن صدر الكتاب ضيفنا العزيز وتم توزيعه، ومن خلال متابعات جنابك، ما هي الأصداء التي لاحظتها عند المتلقي؟ مثل ما ذكرت، يعني الأصداء كانت حافلة. أيضا اتحاد الأدباء السريان أقام حفل توقيع الكتاب في عينكاوى على ما أذكر، وأيضا وقع نسخة من الكتاب في يد الراحل الأديب، وأعتبرها شهادة يعني الأديب يعقوب أفرام منصور، تخرج من هكذا شخصية معرفية مهمة تمتلك مخزون ثقافي كبير. ولحد الآن أنا محتفظ بهذه الرسالة في
حاسوبي الشخصي دائما أرجع إليه كشهادة اعتزاز وعرفان من هذه الشخصيات. أيضا عملت على تقديم هذا الكتاب للمؤسسات العلمية الأكاديمية في جامعة الموصل حتى يغيرون النمطية، الصورة النمطية في مراجعهم، في مصادرهم، في أبحاثهم ودراساتهم، وحتى تكون نقطة انطلاق وشروع للأكاديميين في أنه يدعون الدارسين في الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه لتبني إعداد دراسة ملمة بالإعلام السرياني بما يختص بالإعلام السرياني. وأعتقد المصادر متاحة لتلك النخب في أن يتعرفوا، في أن يكونوا على اطلاع، وتكون مهمة في التعريف للجانب الآخر بما كانت عليه صحافتنا السريانية في تلك الأزمان والحقب. إن شاء الله. طيب تسمح لي جنابك بسؤال خارج محاور هذه الحلقة. جنابك ذكرت أكثر من مرة اسم الأديب الكبير الراحل يعقوب أفرام منصور. أنا كنت أعرف شخصيا هذا الأديب والكاتب، وأتشرف أني كنت من تلاميذه في مجال المطالعة والقراءة والكتابة. هو كان يرفض مجلة الأفق. نعم. أبقى اللي تشرفت أن أكون رئيس تحريرها بمقالات عديدة، وألف كتاب لا يحضرني اسمه بالضبط، الأماني والأهواء. ممكن ضم المجلات اللي كان ينشر فيها جداول وأسماء المقالات وذكر بضمنها مجلة الأفق. قبل رحيله كان قد أعد أكثر من كتاب للطبع، لا زالت كانت مخطوطة ثم انتقل من هذه الحياة. أسرته الكريمة اللي أيضا أتشرف بمعرفتهم طبعوا هذه الكتب، كتابين أو ثلاثة أعتقد، وأهدوا لي شخصيا نسخ منها، أتشرف كثير بها. أنا أفكر في إعداد حلقة عن هذه الكتب، لكون المؤلف قد رحل عن عالمنا أحتاج إلى أديب أو ناقد آخر يتحدث لي عن هذه الكتب. هل ممكن جنابك تخدمني بهذا الموضوع؟ تساعدني أنه مثلا تقترح علي لاحقا بعد تصوير هذه الحلقة أنه عددنا الأدباء أو النقاد أو حضرتك إذا كنت على تواصل كبير معه أن نستعرض هذه الكتب، لأنه أيضا ممكن أنا عندي كتاب مثلا المؤلف مالته مغترب في الخارج أو قد رحل عن هذه الدنيا، ممكن أستضيف أديب أو كاتب آخر للحديث عن هذه الكتب. فكرة جميلة، وهي إذا يعني تعطي الحق لمن رحل أنه بالضبط، وهو شخص يستحق. يعني أستذكر في هذا الجانب دعوة الدكتور إبراهيم خليل علاف المؤرخ الموصلي المعروف، اللي الآن أطلق دعوة ومبادرة للكتابة على الراحلين في سبيل استذكارهم. ومن ضمن الأسماء اللي ذكرها المطران صليبة شمعون اللي فارقنا قبل 40 يوم أو أكثر. هذه الشخصية الثرية اللي تركت تراجم لكتب سريانية وإتاحتها في متناول الجميع، وقدم الكثير من الكتب التاريخية. عني بتاريخ أبرشية الموصحي، كان يترأس هذه الكنيسة من الستينات وحتى استقالته في عام 2011. وهي دعوة أيضا أتفق معك في استذكار الراحلين وترك بصمة عن ما قدموه، حتى لا تدفن كتبهم مثلما دفنوا حملة القلم. أكيد بالفعل، وفعلا هذه راح تكون خطوة راح أسعى وأحرص كثيرا على إنجازها في حلقة قادمة إن شاء الله عن المؤلفات الجديدة للأديب الراحل الكبير يعقوب أفرام منصور رحمه الله. طيب الآن أعتقد أعطينا لهذا الكتاب حقه وانتهينا من استعراض مضامينه أيضا. وأني في بداية الحلقة إذا تتذكر جنابك قلت لك ربما يكون عندي سؤال أو أكثر عام عن الإعلام السرياني. يخطر ببالي الآن السؤال التالي: هل استطاع الإعلام السرياني بشكل عام، ولا أقصد في بدايات النشأة الأولى، إنما لنقول في العقود الثلاثة والأربعة الأخيرة، هل يستطيع أن يكون بمستوى التحديات والمحطات التي مرت على شعبنا السرايا تحديدا في العراق وربما في بعض البلدان المجاورة بالمنطقة بشكل عام؟ أعتقد أنه أنا راح أقولب سؤالك بصيغة أخرى وأطرحه أمامك كفكرة. تفضل. في أي محفل أو مناسبة تقام، كان نستذكر عيد الميلاد، احتفالنا بعيد الميلاد المجيد أو عيد القيامة، سوف يختزل المسيحي في تلك المناسبات فقط في الإعلام العام. 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 طيب.
في حين أنه يختفي المسيحيون كمكون أساسي ورئيس في البلاد من غير أيام السنة. أين ذكرى مذبح السميل من إعلامنا؟ فقط مقتصر على إعلام شعبنا وعلى الوقفة الاستذكارية اللي يقدمها اتحاد الأدباء السريان في عينكاوة، لكن وبغض النظر عن جلسات استذكارية في مؤسسات شعبنا كالمركز الثقافي العاشوري في دور في عينكاوة من خلال الأنشطة اللي يطلع بها المؤسسات الثقافية فيه. لكن ما هو قوة هذه الذكرى في الإعلام العام؟ أين نحن من الإعلام العام كمسيحيين؟ سنختزل في عيد الميلاد، سنختزل في عيد القيامة، هذه المناسبات الرئيسية للمسيحيين. سيقدم السياسيين الكبار رسائل التهنئة بهذه المناسبة، وتنتهي المناسبة دون معرفة من هو المسيحي في العراق، ما هي الثقافة اللي قدمها، ما هي البصمات اللي قدموها ملايين المسيحيين مروا في هذه البلاد. تمام عزيزي ضيفنا الكريم، يعني بغض النظر عن سلامة الطرح اللي تفضلت به حضرتك، لكن أرجع وأقول بعيدا عن الإعلام العام وبعيدا عن اختزال شعبنا بمناسبات معينة، دور الإعلام السرياني تحديدا هذا دوره، مسؤوليته. هل كان بمستوى التحديات؟ مسؤوليته. يعني أنا ما حبيت أسأل سؤال تقليدي إنه عندنا إعلام مستقل أو غير مستقل. مسؤولية ما عندنا الإعلام، شيء اسمه إعلام مسؤولية مستقل. إعلامنا السرياني كمستقل أو غير مستقل. نعم. في التعريف للآخر، لا يقتصر يعني يحضرني يعني انه الآية الإنجيلية انه توقد سراج وتضعه تحت سرير، فهذا الإعلام هو سراج. لأن حضرتك تفضلت بذكرت الإعلام العام، إذا تقصد جنابك أنه إعلامنا السرياني يجب أن هو اللي يوصل القضية إلى الإعلام العام، وبالتالي نحتاج إلى الكثير كوثائقيات ولدينا من الخبرات والكوادر الكثير من كإمكانيات كأفراد، لكن كعوامل أخرى مساعدة لا نمتلك. وسائل الإعلام، دعم المادي، الأكاديمية في الإعلام موجودة. لا نمتلك هذه الكفاءات. واعتقد انه يتوجب انه يكون في اقسام الاعلام في كليات الجامعات العراقيه منهج يدرس الاعلام السرياني، حتى يكون هناك خلفيه للي يقبلون لمنفذ الاعلام انه يدركون انه هناك اعلام سرياني كان يتولى مهمة إضاءة الأخبار وإضاءة الأخبار الصادقة والمهنية بعيدا عن التشويه العام اللي كان محدد باللغة العامة للدولة والحكومة. يدرسون الإعلام السرياني، أو على الأقل أن تكون له مساحة ضمن الإعلام العام في المناهج التدريسية، أو منهج يختص. يعني مثلا فائق بطي نجل الراحل رفاعي البطي قدم موسوعة، لكن موسوعة مع يعني احترامنا لتلك الشخصية لم تلم بكافة الصحف بالعناوين بالأسماء اللي عملت في الصحف. لذلك هذه الموسوعة اللي أصدرتها مؤسسة المدى في أحد العوام كانت كفيلة بالاقتصار على خطوط عريضة واسعة دون التعمق بالتفاصيل، فلذلك اختفت أسماء مهمة وتركت ملاحظات كثيرة عن هذه الموسوعة في هذا الكتاب. تمام، جميل. بدنا نوصل إلى نهاية وقت هذه الحلقة. مثل ما نقول بالثقافة واللهجة العامية، عاشت إيد حضرتك على هذا الكتاب. اتوقع جنابك من خلال إصداراتك الأخرى الموجودة أن تكون أيضا ضيف كريم في حلقة قادمة بعد فترة معينة. قبل أن نختم، إذا كان هناك من كلمة أخيرة تحب تتفضل بها. شكري وتقديري لحضرتك بالطبع، واحترامي وتقديري للفضائية العراقية السريانية اللي أسهمت بنوع آخر من الإعلام الخاص بالمكونات، أضاءت الكثير من الأفكار والآراء والوثائقيات اللي جعلت من أبناء شعبنا أنه على تواصل في متابعة كل ما تبث هذه الشاشة المهمة والمميزة، واللي لا نريد أن تقتصر على الشاشة، لكن نريد أن تكون شبكة الإعلام العراقي أيضا حاضنة للمطبوعات مثل مجلة الشبكة العراقية على غرارة، أنه يكون هناك إصدارات باللغة السريانية حتى تكون في متناول الجميع وتكون نواة مهمة لإعلام سرياني نريده فعال ومهم ومميز إن شاء الله. شكرا جزيلا لجنابك على تجشم معنا التنقل بين محافظة وأخرى حتى تكون ضيف كريم في هذا البرنامج.
شكرا لجنابك على مجمل الإصدارات اللي قدمتها للمكتبة العراقية بشكل عام والمكتبة السريانية خلينا نقول بشكل خاص. إن شاء الله تكون فرصة أخرى لاحقة مستقبلا لنتناول فيها إصدار أو أكثر من إصدارات جنابك. تشرفنا بحضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نتمنى أن نكون قد قدمنا حلقة ممتعة لحضراتكم من خلال مضمونها، وأيضا مع أمل أن نستضيف الضيف الكريم في حلقة أخرى قادمة عن باقي إصداراته، وهي فعلا في مجالات مهمة وقيمة. حتى نلتقيكم في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج، تقبلوا محبتنا وتقديرنا. دمتم في أمان الله.